السلام عليكم. كتير مننا بيتزنق وبتتزنق كمان في وصفة سهلة وسريعة وتكون حلوة جدا طعم طعمة السنين. جوزك جايبلك زميله في الشغل فجأة عايز يتغدى، أهلك طبوا عليكي فجأة، حماتك كانت في مشوار جنبك وجت تعدي عايزة تتغدى. تعالي نعمل لهم صينية حلوة سهلة وسريعة وطرية جدا. هنجيب وراك أو فرخة كاملة على بعضها ونقطعها على 4، نغسلها كويس قوي الاول بالدقيق، وبعد كده نشطفها تحت الميه الجاريه ونشيل اي جلد زياده او اي دهون. بعد كده هجيب الورك ولازم اكسر المفصل علشان المفصل يستوي ولونه يبقى فاتح من جوه، يعني اخلي الورك على استقامه واحده زي ما انا وريتك كده. بعد كده سكينتك الحاميه وهنعمل 3 فتحات منهم فتحه فوق المفصل بالظبط، وبعدين اقلب الورك وبنفس السكينه الحاميه وافتح اللحمة عن العظم علشان تستوي وما يبقاش فيها دم خالص من جوه، وتديكي طراوة فظيعة للوراك او للفراخ، سواء زي ما قلتلك لو هتعملي فرخة كاملة. نكمل الباقي كله. يبقى احنا بنغسل الاول غسلة محترمة، بننضف قطعة الفراخ كويس قوي، وبعد كده بنفتحها زي ما انتوا شايفين لغايه يا حبيبه قلبي لما نخلص الكميه كلها. اوعي تنسي ان اخر فتحه لازم تكون فوق المفصل، وكسر المفصل ده مهم جدا. لازم بتخلي الورك طري جدا. يلا بقى بالشكل ده في الاخر هنجيب محلول النقع. محلول النقع بتاعنا سهل وبسيط بس مهم جدا عشان برضو الفراخ تفضل طرية. بنجيب مية وبحط فيها حوالي معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار سكر، وبدوبهم الأول في بعض. لو حطيتي الليمون مادة حمضية، السكر والملح مش هيدوبوا لو الليمون اتحط معاهم من الأول خالص. فبدوب الملح والليمون وبجيب ليمونتين بغسلهم كويس واقطعهم نصين، كل نص بعصره بالشكل ده وبنزله في المية علشان ينزل اكتر مزازة موجودة فيه. ده بيدي ريحة حلوة قوي للفراخ، وكمان بيدي طعم في منتهى الجمال. غير السكر والملح قد ايه بيطروا الفراخ يا جماعة. بس كده هنجيب الفراخ. بصوا بقى الورك مفصول خالص من بعض، مخلع، عارفين المخلع؟ احنا خلعناه من بعضه. بعد كده هتشوفي قطع الفراخ دي هتبقى طرية قد ايه. بنسيبه حوالي كده 10 دقايق مش اكتر من كده، ونعمل تتبيلة بسيطة جدا. هنحط توم باودر حبهان وبصل باودر، والبطلة بتاعتنا البابريكا زوديها شوية زي ما انا رجعت زودت كده تاني، وبعد كده ملح وفلفل اسود. وبعد كده سر الصنعة مرقة فورية من عند العطار باودر، دي صحية جدا عن المكعبات بتبقى فيها مادة دهنية عشان تتماسك. المرقة الفورية الباودر هاتيها من عند العطار سايبة وخليها عندك على طول. بعد كده بنحط نص كوباية زيت وبقلب التوابل في الزيت، بدوبهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. وعشان الطراوة تزيد اكتر واكتر في قطع الفراخ محتاجين كوباية زبادي، اللي هي علبة السوق، يعني علبة صغيرة. أنا حتى تقريبا استعملت مش فاكرة دي جهينة باين تقريبا بس كده. وبعد كده قلبت كله في بعضه، فلاحظت ان الخلطة لونها فاتح، فما عجبنيش اللون ده، مش هيديني اللون الشوي، فزودت معلقتين صلصة بس للأسف ما تصوروش سقطوا مني سهوا. يعني أنا كده ضايفة معلقتين صلصة. بصوا بقى لحمة الفراخ بعد محلول النقع لونها وردي وجميل ازاي. هناخد بقى التتبيلة ونتبل كل قطع الفراخ ونعمل لها مساج كده، يعني ايه، دلع الفراخ دلع الفراخ دلع التتبيله في كل حته، تحت الجلد، فوق الجلد، تحت العظم، في كل الفتحات اللي فتحناها بالسكينه زي ما انتوا شايفين يا جماعه بالشكل ده. تتبيله ريحتها حلوه جدا، وزي ما انتوا شفتوا سهله وسريعه جدا جدا جدا. او كل الكميه نتبلها كده كويس قوي، وبعد كده خلاص هي كده اتبلت معايا. هنجيب بقى صينيه الفرن الحلوه ونرص فيها الوراك بالشكل ده، والخلطه الزايده نحطها برضو فوق الوراك. طبعا في حد يقولك لا دي كده هتشيط مني، دي ما فيهاش ميه لازم نحط ميه. لا خالص. هنعمل ايه، هنغطيها كويس بورقتين فويل زي ما انتوا هتشوفوا كده. بعد كده هتكتم البخار، هي الصينيه نفسها مع ورق الفويل هيتكتم البخار جواها وهتعمل ميه جوه الصينيه. هنحطها ربع ساعه في الفرن كده متغطيه بالشكل ده. بصوا بقى بعد ربع ساعه فيها ميه ازاي، ده البخار اللي اتكتم والخلطه والفراخ نزلت السوائل بتاعتها. هكشف بقى ورق الفويل واسيبها 10 دقايق كمان، هتشرب الميه اللي نزلتها دي وتاخد لون في منتهى الجمال في الفرن. بصوا بقى يا حلوياتنا،
يا طعامة الفراخ يا جماعة والله. ألف هنا وشفا ليكم جميعا. هي بقى في الفرن تكوني عملتي شوية مكرونة سباكيتي، عملتي شوية رز أبيض، صينية بطاطس ني في ني، وألف هنا وشفا ليكم جميعا. بصوا شايفين الجمال؟ لونها روعة. الإضاءة ظلماها يا جماعة والله. هطفلكوا دلوقتي الإضاءة عشان تشوفوا اللون بتاعها عامل ازاي. بصوا الإضاءة مخليها شوية لاسعة، لونها بيطلع جميل. ريحتها قعدت في الشقة عندي لغاية بالليل، اليوم كله ريحة الفراخ في الشقة. كل اللي داخل والله يا جماعة يقول الله ايه الريحة الحلوة دي. ألف هنا وشفا.